في الحارة القديمة التي تتشابك فيها البيوت كما تتشابك الحكاية، كانت الأبواب متقاربة والعيون أكثر قربا. لا شيء يمر بلا همس، ولا خطوة تخطى بلا تأويل. هناك تعلم الناس مبكرا أن السمعة أثقل من الحجر، وأن كلمة واحدة قد تهدم بيتا كاملا. كانت ليلى امرأة بسيطة تعيش يومها بين العمل والبيت، وتؤمن أن الصمت يحفظ الكرامة. لم تكن كثيرة الكلام، ولا تميل إلى الاحتكاك بالناس، لكن القدر كثيرا ما يضعنا في اختبارات لم نخترها. جارهم الجديد جاء مع أمه إلى الحي، شاب في مقتبل العمر، مظهره يوحي بالثقة الزائدة، وابتسامته لا تخلو من استفزاز. لم تهتم ليلى بالأمر، فالجار جار، والحدود واضحة في ذهنها. غير أن الحارة لا تعترف دائما بالحدود. بدأت الهمسات، ليس بسبب فعل واضح، بل لأن الخيال في مثل هذه الأماكن يعمل أكثر من الحقيقة. كل حركة تفسر، وكل تأخر يسأل عنه. كانت ليلى تشعر بثقل النظرات، فتشد على نفسها أكثر، وتغلق بابها مبكرا، وتختصر حديثها مع الجميع. في المقابل، كان الشاب يعيش صراعا مختلفا. كبر سريعا قبل أوانه، وتعلم أن يخفي ضعفه خلف مظهر صاخب. لم يجد في الحي من يسمعه، فصار يبحث عن الانتباه بطرق خاطئة. ومع كل إشاعة، كان جزء منه ينهار، وجزء آخر يتمادى، كأن السمعة السيئة صارت درعا يحميه من مواجهة نفسه. ذات مساء، اشتعلت مشكلة صغيرة وتحولت إلى عاصفة. كلمة قيلت بلا قصد، نقلتها الألسن مضخمة، حتى وصلت إلى أذان لا تعرف الرحمة. وجدت ليلى نفسها في مواجهة مجتمع يحاكم قبل أن يسمع، ويدين قبل أن يسأل. حاولت أن تشرح، أن تؤكد أن ما يقال لا أساس له، لكن الجدار كان أعلى من صوتها. في تلك الليلة، جلست ليلى وحدها تفكر: كيف يمكن لحكاية لم تحدث أن تغير مصير إنسان؟ تذكرت أمها وهي تردد: احفظي نفسك، فالناس لا ترحم. لكنها أدركت متأخرة أن حفظ النفس لا يكفي إن لم يصاحبه وعي جمعي وعدل. في اليوم التالي، حدث ما لم يتوقعه أحد. خرجت أم الشاب إلى الناس، امرأة أنهكها الخوف على ابنها، واعترفت بتقصيرها في احتوائه، وبألمها من الإشاعات التي كادت تقتله معنويا. لم تبرئه من أخطائه الصغيرة، لكنها طلبت الإنصاف. كان المشهد صادما، فاعتراف الكبار نادر في الحارات الصغيرة. تغير شيء ما، ليس لأن الحقيقة ظهرت كاملة، بل لأن الشجاعة كسرت دائرة الصمت. بدأ الناس يعيدون التفكير في أحكامهم، وتراجع بعضهم خطوة. أدركوا أن الفضول قد يتحول إلى ظلم، وأن حماية القيم لا تكون بالتجسس بل بالتربية والحوار. أما ليلى، فاختارت طريقا مختلفا. لم تسعى للانتقام، ولم تلاحق الاعتذار. قررت أن تعيش بوضوح أكبر، وأن تضع حدودها بصوت مسموع. تعلمت أن الصمت ليس دائما حكمة، وأن الدفاع عن النفس ليس عيبا. انتهت العاصفة، لكن آثارها بقيت درسا. الحارة نفسها لم تتغير كثيرا، إلا أن بعض القلوب اتسعت قليلا. صار الناس أقل استعجالا في الحكم، وأكثر حذرا في نقل الكلام. وتعلم الشاب أن القوة ليست في الضجيج، بل في مواجهة الذات وبناء الثقة الصحيحة. وهكذا، لم تكن الحكاية عن خطيئة أو فضيحة، بل عن سمعة تصنع بالكلام، وحدود يجب أن تحترم، ومسؤولية مشتركة في حماية الإنسان من قسوة الألسن. في الحارات القديمة، قد لا تختفي الهمسات، لكن يمكننا على الأقل أن نختار ألا نكون جزءا منها. الفكرة الأولى: مع مرور الأيام، بدأت الحارة تستعيد إيقاعها البطيء، لكن آثار ما حدث ظلت عالقة في النفوس. كان الناس يتبادلون التحية بحذر، وكأنهم يخشون أن تنزلق الكلمات مرة أخرى إلى سوء فهم جديد. تعلم البعض أن الصمت أحيانا أرحم من الكلام، وأن السؤال قبل الحكم قد ينقذ إنسانا من ظلم كبير.
في هذه الأجواء، شعرت ليلى بشيء من الهدوء، لكنه لم يكن سلاما كاملا، بل هدنة مؤقتة مع الواقع. الفكرة الثانية. أما الشاب، فقد تغير سلوكه تدريجيا. لم يعد يبحث عن لفت الانتباه، وبدأ يختار العزلة الإيجابية بدل التحدي الفارغ. صار يقضي وقتا أطول في العمل، ويتجنب الاحتكاك غير الضروري، وكأنه يحاول إعادة رسم صورته أمام نفسه أولا قبل الآخرين. أدرك أن بناء الاحترام لا يتم بالقوة أو الادعاء، بل بالثبات والمسؤولية. الفكرة الثالثة. أمه، التي كانت تخشى كلام الناس أكثر من أي شيء، بدأت تخرج من دائرة الخوف. صارت تتحدث بثقة أكبر، وتشارك نساء الحي همومها دون خجل. اكتشفت أن كثيرات يعانين الصمت نفسه، وأن الاعتراف بالمشاعر يخفف ثقلها. بهذا، تحولت من امرأة خائفة إلى صوت هادئ يدعو للتعقل. الفكرة الرابعة. ليلى بدورها لم تعد تلك المرأة المنغلقة تماما. التحقت بنشاط اجتماعي بسيط، وبدأت تشارك في مبادرات صغيرة داخل الحي. كانت ترى في المشاركة وسيلة لحماية نفسها، فالحضور الإيجابي يقلل فرص التشويه. ومع كل خطوة، كانت تستعيد ثقتها التي كادت تضيع بسبب الشائعات. الفكرة الخامسة. الحارة نفسها صارت موضوع حديث بين كبارها. اجتمعوا أكثر من مرة للحديث عن الخصوصية وحدود التدخل في شؤون الآخرين. لم يكن الاتفاق سهلا، لكن مجرد الحوار كان تقدما. أدركوا أن القيم لا تفرض بالرقابة، بل تغرس بالقدوة والتفاهم. الفكرة السادسة. في إحدى الأمسيات، حدث موقف صغير أعاد الاختبار من جديد. إشاعة جديدة كادت أن تولد، لكن هذه المرة تم إيقافها قبل أن تكبر. سأل أحدهم عن الحقيقة، فتبين أن الأمر لا يستحق الضجيج. شعر الجميع بأنهم تعلموا درسا قاسيا، لكن مفيدا. الفكرة السابعة. تغيرت لغة الناس قليلا، صاروا أقل حدة وأكثر انتباها لما يقولون. لم تختفي الأخطاء، لكن طريقة التعامل معها أصبحت أهدأ. أدركوا أن الإنسان قد يخطئ، لكن التشهير خطأ أكبر. هكذا بدأت ملامح نضج اجتماعي تظهر، ولو ببطء. الفكرة الثامنة. الشاب وجد أخيرا من يستمع إليه دون حكم مسبق. تحدث عن ضغط التوقعات، وعن شعوره بأنه مراقب دائما. كان الاعتراف بداية تعاف حقيقية. تعلم أن الصدق مع النفس هو الخطوة الأولى نحو أي تغيير. الفكرة التاسعة. ليلى، وهي تستمع لبعض هذه الاعترافات، شعرت بشيء من التعاطف. لم تنس ما مرت به، لكنها اختارت ألن تحبس نفسها في دور الضحية. رأت أن التسامح لا يعني الضعف، بل التحرر من حمل ثقيل. بهذا القرار، استعادت توازنها الداخلي. الفكرة العاشرة. وهكذا، تحولت الحكاية من أزمة إلى درس جماعي. لم يكن أحد بريئا تماما، ولا أحد مذنبا بالكامل. كانت التجربة مرآة كشفت هشاشة العلاقات حين يغيب الوعي. وبقيت الحارة، بحواريها الضيقة، شاهدة على أن الكلمة قد تهدم، لكنها أيضا قادرة على أن تصلح إذا قيلت بحكمة. في الحارة القديمة التي تتشابك فيها البيوت كما تتشابك الحكاية، كانت الأبواب متقاربة والعيون أكثر قربا. لا شيء يمر بلا همس، ولا خطوة تخطى بلا تأويل. هناك، تعلم الناس مبكرا أن السمعة أثقل من الحجر، وأن كلمة واحدة قد تهدم بيتا كاملا. كانت ليلى امرأة بسيطة، تعيش يومها بين العمل والبيت، وتؤمن أن الصمت يحفظ الكرامة. لم تكن كثيرة الكلام، ولا تميل إلى الاحتكاك بالناس، لكن القدر كثيرا ما يضعنا في اختبارات لم نخترها. جارهم الجديد جاء مع أمه إلى الحي، شاب في مقتبل العمر، مظهره يوحي بالثقة الزائدة، وابتسامته لا تخلو من استفزاز. لم تهتم ليلى بالأمر، فالجار جار، والحدود واضحة في ذهنها. غير أن الحارة لا تعترف دائما بالحدود. بدأت الهمسات، ليس بسبب فعل واضح، بل لأن الخيال في مثل هذه الأماكن يعمل أكثر من الحقيقة.
كل حركة تفسر، وكل تأخر يسأل عنه. كانت ليلى تشعر بثقل النظرات، فتشد على نفسها أكثر، وتغلق بابها مبكرا، وتختصر حديثها مع الجميع. في المقابل، كان الشاب يعيش صراعا مختلفا. كبر سريعا قبل أوانه، وتعلم أن يخفي ضعفه خلف مظهر صاخب. لم يجد في الحي من يسمعه، فصار يبحث عن الانتباه بطرق خاطئة. ومع كل إشاعة، كان جزء منه ينهار، وجزء آخر يتمادى، كأن السمعة السيئة صارت درعا يحميه من مواجهة نفسه. ذات مساء، اشتعلت مشكلة صغيرة وتحولت إلى عاصفة. كلمة قيلت بلا قصد، نقلتها الألسن مضخمة، حتى وصلت إلى أذان لا تعرف الرحمة. وجدت ليلى نفسها في مواجهة مجتمع يحاكم قبل أن يسمع، ويدين قبل أن يسأل. حاولت أن تشرح، أن تؤكد أن ما يقال لا أساس له، لكن الجدار كان أعلى من صوتها. في تلك الليلة، جلست ليلى وحدها تفكر: كيف يمكن لحكاية لم تحدث أن تغير مصير إنسان؟ تذكرت أمها وهي تردد: احفظي نفسك، فالناس لا ترحم. لكنها أدركت متأخرة أن حفظ النفس لا يكفي إن لم يصاحبه وعي جمعي وعدل. في اليوم التالي، حدث ما لم يتوقعه أحد. خرجت أم الشاب إلى الناس، امرأة أنهكها الخوف على ابنها، واعترفت بتقصيرها في احتوائه، وبألمها من الإشاعات التي كادت تقتله معنويا. لم تبرئه من أخطائه الصغيرة، لكنها طلبت الإنصاف. كان المشهد صادما، فاعتراف الكبار نادر في الحارات الصغيرة. تغير شيء ما، ليس لأن الحقيقة ظهرت كاملة، بل لأن الشجاعة كسرت دائرة الصمت. بدأ الناس يعيدون التفكير في أحكامهم، وتراجع بعضهم خطوة. أدركوا أن الفضول قد يتحول إلى ظلم، وأن حماية القيم لا تكون بالتجسس بل بالتربية والحوار. أما ليلى، فاختارت طريقا مختلفا. لم تسعى للانتقام، ولم تلاحق الاعتذار. قررت أن تعيش بوضوح أكبر، وأن تضع حدودها بصوت مسموع. تعلمت أن الصمت ليس دائما حكمة، وأن الدفاع عن النفس ليس عيبا. انتهت العاصفة، لكن آثارها بقيت درسا. الحارة نفسها لم تتغير كثيرا، إلا أن بعض القلوب اتسعت قليلا. صار الناس أقل استعجالا في الحكم، وأكثر حذرا في نقل الكلام. وتعلم الشاب أن القوة ليست في الضجيج، بل في مواجهة الذات وبناء الثقة الصحيحة. وهكذا، لم تكن الحكاية عن خطيئة أو فضيحة، بل عن سمعة تصنع بالكلام، وحدود يجب أن تحترم، ومسؤولية مشتركة في حماية الإنسان من قسوة الألسن. في الحارات القديمة، قد لا تختفي الهمسات، لكن يمكننا على الأقل أن نختار ألا نكون جزءاً منها. الفكرة الأولى: مع مرور الأيام، بدأت الحارة تستعيد إيقاعها البطيء، لكن آثار ما حدث ظلت عالقة في النفوس. كان الناس يتبادلون التحية بحذر، وكأنهم يخشون أن تنزلق الكلمات مرة أخرى إلى سوء فهم جديد. تعلم البعض أن الصمت أحيانا أرحم من الكلام، وأن السؤال قبل الحكم قد ينقذ إنسانا من ظلم كبير. في هذه الأجواء، شعرت ليلى بشيء من الهدوء، لكنه لم يكن سلاما كاملا، بل هدنة مؤقتة مع الواقع. الفكرة الثانية: أما الشاب، فقد تغير سلوكه تدريجيا. لم يعد يبحث عن لفت الانتباه، وبدأ يختار العزلة الإيجابية بدل التحدي الفارغ. صار يقضي وقتا أطول في العمل، ويتجنب الاحتكاك غير الضروري، وكأنه يحاول إعادة رسم صورته أمام نفسه أولا قبل الآخرين. أدرك أن بناء الاحترام لا يتم بالقوة أو الادعاء، بل بالثبات والمسؤولية. الفكرة الثالثة: أمه، التي كانت تخشى كلام الناس أكثر من أي شيء، بدأت تخرج من دائرة الخوف. صارت تتحدث بثقة أكبر، وتشارك نساء الحي همومها دون خجل. اكتشفت أن كثيرات يعانين الصمت نفسه، وأن الاعتراف بالمشاعر يخفف ثقلها. بهذا، تحولت من امرأة خائفة إلى صوت هادئ يدعو للتعقل. الفكرة الرابعة: ليلى بدورها لم تعد تلك المرأة المنغلقة تماما.
التحقت بنشاط اجتماعي بسيط، وبدأت تشارك في مبادرات صغيرة داخل الحي. كانت ترى في المشاركة وسيلة لحماية نفسها، فالحضور الإيجابي يقلل فرص التشويه. ومع كل خطوة، كانت تستعيد ثقتها التي كادت تضيع بسبب الشائعات. الفقرة الخامسة: الحارة نفسها صارت موضوع حديث بين كبارها. اجتمعوا أكثر من مرة للحديث عن الخصوصية وحدود التدخل في شؤون الآخرين. لم يكن الاتفاق سهلا، لكن مجرد الحوار كان تقدما. أدركوا أن القيم لا تفرض بالرقابة، بل تغرس بالقدوة والتفاهم. الفقرة السادسة: في إحدى الأمسيات، حدث موقف صغير أعاد الاختبار من جديد. إشاعة جديدة كادت أن تولد، لكن هذه المرة تم إيقافها قبل أن تكبر. سأل أحدهم عن الحقيقة، فتبين أن الأمر لا يستحق الضجيج. شعر الجميع بأنهم تعلموا درسا قاسيا، لكن مفيدا. الفقرة السابعة: تغيرت لغة الناس قليلا، صاروا أقل حدة وأكثر انتباها لما يقولون. لم تختفي الأخطاء، لكن طريقة التعامل معها أصبحت أهدأ. أدركوا أن الإنسان قد يخطئ، لكن التشهير خطأ أكبر. هكذا بدأت ملامح نضج اجتماعي تظهر، ولو ببطء. الفقرة الثامنة: الشاب وجد أخيرا من يستمع إليه دون حكم مسبق. تحدث عن ضغط التوقعات، وعن شعوره بأنه مراقب دائما. كان الاعتراف بداية تعاف حقيقية. تعلم أن الصدق مع النفس هو الخطوة الأولى نحو أي تغيير. الفقرة التاسعة: ليلى، وهي تستمع لبعض هذه الاعترافات، شعرت بشيء من التعاطف. لم تنس ما مرت به، لكنها اختارت ألن تحبس نفسها في دور الضحية. رأت أن التسامح لا يعني الضعف، بل التحرر من حمل ثقيل. بهذا القرار، استعادت توازنها الداخلي. الفقرة العاشرة: وهكذا تحولت الحكاية من أزمة إلى درس جماعي. لم يكن أحد بريئا تماما، ولا أحد مذنبا بالكامل. كانت التجربة مرآة كشفت هشاشة العلاقات حين يغيب الوعي. وبقيت الحارة بحواريها الضيقة شاهدة على أن الكلمة قد تهدم، لكنها أيضا قادرة على أن تصلح إذا قيلت بحكمة.